السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة في قناة المتواضعة، ومكملين مع بعض في سلسلة حل كتاب الامتحان لمادة الكيمياء. ومعادنا النهاردة مع الباب الرابع زي ما احنا لسه الفصل الأول وحل أسئلة الدرس الثاني. أولا المحتوى الحراري. طاقة الإلكترون في مستوى الطاقة هي محصلة. مبدئيا الإلكترونات بيكون على بعد معين من النواة موجبة الشحنة والإلكترون سالب الشحنة. فاللي بيحصل إن بيبدأ يتأثر بنوعين من الطاقة. إيه هما؟ أول هام الإلكترون في حالة حركة حول النواة، فلما يكون في حالة حركة أي جسم بيتحرك بيكون عنده طاقة حركية، وفي نفس الوقت نفس الإلكترون بيكون بيتأثر بقوة جذب بينه وبين النواة، زي بالظبط أو مشابهة لقوة الجاذبية اللي بين الأرض والشمس. طيب أو قوة الجاذبية اللي بينك وبين الأرض. طيب لما هو في قوة جاذبية بينك وبين الأرض، يبقى كل ما حضرتك كنت بتبعد عن الأرض كانت بتتخزن جواك طاقة وضع. نفس الكلام، أنا عندي الإلكترون على بعد معين من النواة اللي هي المفروض بتمثل عليه قوة جاذبية، بس الجذب هنا جذب إلكتروستاتيكي أو جذب كهربي، مش جذب مادي زي أو جاذبية مادية زي اللي بينك وبين الأرض. تمام؟ فمن غير ما ندخل في تفاصيل فيزياء كتير، ملخص الكلام أنا دلوقتي عندي إلكترون بيتأثر بقوة جذب بينه وبين النواة، وبالتالي قوة الجذب دي بتخزن عنده طاقة أو طاقة وضع. فيبقى عندي كده طاقة حركية وطاقة وضع، ده بخصوص الإلكترون. مجموعهم مع بعض بيمثل الطاقة الكلية للإلكترون. يبقى نرجع كده سوا. يبقى طاقة الإلكترون في مستوى الطاقة هي محصلة طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. اختيار رقم ج. من التفاعل كمية الحرارة المنطلقة من احتراق 3 مول من الميثان تساوي. نرجع للمعادلة بتاعتنا. هو دلوقتي في المعادلة جايب لي 1 مول من الميثان، وقال لي إن الطاقة أو دلتا اتش للتفاعل سالب 980 كيلو جول لكل مول. يبقى لو معايا 3 مول، حضرتك كل اللي هتعمله هتضرب المقدار ده اللي هو سالب 890 ضرب 3، فهتطلع معاك المفروض سالب 2670. طيب يعني معنى ذلك يا مستر ان احنا هنختار رقم ج؟ لا، هتختار رقم د. هو ايه الحكايه بقى؟ اقول لحضرتك دلوقتي هو بيقول لك كميه الحراره المنطلقه. احنا بنحط اشاره سالبه او موجبه بالنسبه للتغير في كميه الحراره او بالنسبه للتغير في الدلتا اتش. فاحنا خلاص عرفنا ان التغير في الدلتا اتش هيكون مقداره سالب 2670. ده معناه ايه؟ معناه ان هينطلق طاقة قدرها قد كده. يبقى لما يقول لي كمية الطاقة المنطلقة، تمام؟ لما يقول لي كمية الطاقة المنطلقة غير لما يقول لي مقدار التغير في الايه؟ في المحتوى الحراري. هو بيقول لي بيطلب عايز يعرف كمية الطاقة المنطلقة قد ايه. تمام؟ يبقى اذا انا بحطها بإشارة موجبة، ما يهمنيش التفاعل في النقطة دي. اما لما يسألني عن التغير لا، ده كلام تاني زي ما هنشوف في التفاعل اللي بعده. في التفاعل ما التغير في انثالبي تفكك 0.34 جرام من فوق اكسيد الهيدروجين. حضرتك دلوقتي بتكلمني في الايه؟ في التغير في الانثالبي، يعني التغير في الدلتا اتش، يعني هحطها زي ما هي باشارتها، مش هغير الاشاره بتاعتي في حاجه. تمام؟ طب تعالى ننفذ كده حضرتك. اول حاجه الدلتا اتش اللي هو التغير في الانثالبي المولاري بيساوي دلتا اتش نوت ضرب الان عدد المولات. المطلوب من حضرتك اول هام هتحسب لي الدلتا اتش نوت، واللي هي عباره عن ايه؟
الدلتا اتش اللي طالعه معاك على عدد المولات اللي في المعادله، يبقى الدلتا اتش اللي طالعه معاك سالب 1.96 كيلو جول على اللي هو مديهولك في المعادله ب2 ضرب عدد المولات اللي هو في المعطيات، وده هتجيبه من الكتله الكليه على الكتله الموليه، يعني 0.34 على الكتلة المولية اللي هي هتكون عبارة عن H2O2 الهيدروجين بواحد في 2 ب2 زائد 16 ضرب 2 اللي هو الأكسجين، هتساوي يبقى سالب 1.96 على 2 ضرب 0.34 على 2 زائد 16 في 2 تساوي سالب 0.98 كيلو جول، اختيار رقم ألف. يبقى هنا نركز مع بعض، لو بيكلمني على كمية الحرارة المنطلقة فأنا هتكلم بالموجب، لأن معنى الكلام إن أنا بينطلق عندي طاقة قدرها قد كده. أما لو بيكلمني في التغير في الانسلبي أو التفكك بتاعي، لا، يبقى في الحالة دي بحطها بإشارتها زي ما هي. يحترق الكبريت تبعا للمعادلة. ما التغير في المحتوى الحراري عند حرق 75 جرام من الكبريت؟ نفس المطلوب، التغير في المحتوى الحراري زي التغير في الانسلبي. معايا هنا الدلتا اتش بتساوي دلتا اتش نوت ضرب ان، يبقى هتساوي الدلتا اتش نوت المره دي مديها لي، اللي عرفني لان هنا 1 مول، وفي نفس الوقت هو بيقول لي جرام كيلو جول لكل مول، وفي نفس الوقت مديني دلتا اتش نوت، يعني الراجل مدي لك كل اللي نفسك فيه. يبقى سالب 298 ضرب الان اللي هو عدد المولات، يبقى هنقول 0.75 على الكتله الموليه للكبريت مديها لي ب 32. نفذ بعد اذنك. يبقى سالب 6.98 سالب 6.98 كيلو جول. التفاعلات الطاردة للحرارة والماصة للحرارة. أي مما يأتي يعبر عن نوع التفاعل الكيميائي الحادث عند احتكاك عود ثقاب بجسم خشن. أول هام، هو تفاعل ماص للحرارة ولا تفاعل طارد للحرارة؟ حضرتك لما تجيب عود كبريت كده، عود الثقاب اللي هو عود الكبريت، وتحكه بسطح خشن، أو لما تمشيه كده على المشطة بتاعته، إيه النتيجة؟ الله، ده النتيجة إنه بيديني نار. هو اللي بيديني نار مش أنا اللي مديهاله. يبقى في الحالة دي التفاعل طارد للحرارة مش مص للحرارة. طب ثانية واحدة يا مستر، طب ما أنا لما حكيته كده اديت له قدر من الطاقة، يبقى إزاي ما هواش مص؟ لأ، إحنا قلنا التفاعل الكيميائي بيحصل فيه في أي تفاعل سواء طارد أو مص بيمتص قدر من الطاقة اللي هي بنسميها قدر التنشيط. بعد كده أو طاقة التنشيط، بعد كده بيحصل انطلاق للطاقة. لو الطاقة اللي انطلقت دي أقل من طاقة التنشيط، يبقى في الحالة دي التفاعل بتاعي هيكون مص للحرارة. لو الطاقة اللي انطلقت هتكون أكبر، يبقى في الحالة دي التفاعل طارد للحرارة. فالاحتكاك اللي انت عملته ده عملته عشان طاقة التنشيط بتاعة عود الثقاب. بعد كده بعد طاقة التنشيط ما خدها، ادالك ايه؟ ادالك قدر من الطاقة أعلى بكتير من اللي انت اديتهوله أثناء الاحتكاك. ولذلك نقدر نقول إن هو تفاعل طارد للحرارة، والطاقة بتاعة الاحتكاك دي ما هي إلا مقدار لطاقة التنشيط. ما هي إلا مقدار لطاقة التنشيط. يبقى تفاعل ماص لأ، تفاعل طارد للحرارة بسبب استخدام الطاقة عند حك عود الثقاب
دي طاقة التنشيط، بس مش هي دي السبب اللي يخلينا نقول ان هو طارد. امال السبب اللي خلانا نقول ان هو طارد ايه؟ انطلاق الطاقة عند احتراق عود الثقاب، اللي هي اختيار رقم د. إذا كان المحتوى الحراري للنواتج أقل من المحتوى الحراري للمتفاعلات فإن التفاعل يكون. بفرض إن المحتوى الحراري للنواتج دلوقتي أقل من المحتوى الحراري للمتفاعلات، يعني أنا عندي نواتج ومتفاعلات. يبقى حضرتك دلوقتي عشان تتحول من متفاعلات لنواتج محتاج تاخد طاقة على اللي عندك، ولا محتاج تتخلص من الطاقة اللي عندك؟ أقول لك ده النواتج أقل، يبقى شيء طبيعي إنك هتتخلص من الطاقة اللي عندك. طيب لما تخلص من الطاقة اللي عندي يبقى تفاعل طارد للحرارة. ماشي، اختيار جميل. فكرة تانية، هو التفاعل الدلتا اتش للتفاعل بتساوي ايه؟ بتساوي الفرق ما بين النواتج ناقص المتفاعلات، يبقى المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات. طب لما يبقى ده اقل من ده يبقى كده انا بقول كمية قليلة ناقص كمية كبيرة، هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي الدلتا اتش بالسالب. طب احنا قلنا الدلتا اتش بالسالب يبقى ايه؟ يبقى طارد للحرارة. في التفاعل تكون قيمة دلتا اتش بإشارة. ثانية واحدة كده حضرتك، ده هو مديني إن في قدر من الطاقة طالع معايا مع النواتج. يعني اللي بيتحط مع النواتج أو المتفاعلات ده يا جماعة اللي بنسميه كيو، والكيو دايما إشارتها عكس الدلتا اتش. فالطالع هنا أهو مع النواتج، لما تبقى الطاقة خارجة مع النواتج يبقى معنى كده إن أنا حضرتك بينطلق قدر من الطاقة. يبقى انا دلوقتي بيقول لي ايه؟ 2 NO زائد O2 اداني 2 NO2 زائد 112 كيلو جول. يبقى ال 112 كيلو جول دي طاقة منطلقة مع ال NO2، يبقى معنى ذلك ان الدلتا اتش بتاعتها هتبقى سالبة. ليه؟ لان ده كده تفاعل طارد للحرارة. يبقى الراجل بيقول لي انا طلعت لك كمية الطاقة دي معاك، يبقى شكرا لو هتقول لي دلتا اتش هتكون سالبة. ليه؟ لان التفاعل طارد للحرارة. اختيار رقم ج. طب لو كان حاططها لي في المتفاعلات، خلاص ده انت بتقول لي التفاعل الطاقة محطوطة في المتفاعلات، يبقى اكيد حضرتك بتقول لي ايه؟ بتقول لي التفاعل ماس للحرارة، وساعتها تبقى موجبة. تبعا للتفاعل نفس الكلام اهو. ما التغير في الانسالب المولاري عند تفاعل 3 مول من اكسيد الكبريت مع وفرة من غاز الاكسجين؟ نفذ بعد اذنك. المفروض زي ما قلنا معانا الدلتا اتش بتساوي دلتا اتش نوت ضرب ال N، هيساوي أول حاجة دلتا اتش نوت هيساوي مقدار الطاقة المنطلقة على عدد المولات اللي في المعادلة. طيب هو معايا هنا هتبقى كام؟ هتقول لي 1.96. لا، ده الطاقة هنا محطوطة لي في النواتج زائد طاقة، يبقى الطاقة دي بالسالب. الدلتا اتش هنا بالسالب، يبقى سالب 1.96 على ال N بتاعتك أو على عدد المولات هنا ب2 ضرب عدد المولات اللي هو مديها لي. بيقول لي 3 مول، يعني الراجل مريحك مش عايزك تحسب حاجة، فهنقول 3 مثلا على 1 وخلاص بما إننا عملنا الشرطة يعني. طيب يبقى هتساوي سالب 1.96 على 2 ضرب 3، تطلع معاك بسالب 294 كيلو جول. اختيار رقم باء. في التفاعل ما التغير في المحتوى الحراري للتفاعل عند إنتاج 4 مول من ثاني أكسيد الكربون؟ هنا بقى الكلام على الإنتاج بتاع ثاني أكسيد الكربون. هنمشي بنفس الأسلوب. أول حاجة دلتا اتش هتساوي دلتا اتش نوت ضرب الN اللي هو عدد المولات، يبقى هتساوي دلتا اتش نوت. حضرتك مديها لي بكام؟ مديني دلوقتي الدلتا اتش الكلية
هتبقى بسالب لانها برضو محطوطة مع النواتج، يعني التفاعل طارد للحرارة، يعني الدلتا اتش بسالب، يبقى سالب 1.0900 كيلو جول على عدد المولات بتاعت مين؟ ثاني اكسيد الكربون اللي هي 16. ثانية واحدة كده يا مستر بعد اذنك، هو مش المفروض ان ده تفاعل احتراق؟ يعني لو انا عايز الدلتا اتش نوت احطها للسي 8 اتش 18 واقسم على الاتنين؟ لا حضرتك، الدلتا اتش نوت دي بالنسبة للواحد مول على اساس اللي انت عايز تعمل له لازمة في التفاعل. يعني لو انا هقول مثلا ده تفاعل احتراق السي 8 اتش 18 تمام اللي هو الاوكتان، لو ده تفاعل احتراق الاوكتان يبقى اقسم على الاتنين. اما لو انا بقول ان ده تفاعل انطلاق ثاني اكسيد الكربون يبقى هو ده اللي ليه لازمة عندي، يبقى هقسم على ال 16. طب ده تفاعل انتاج ميه يبقى هقسم على مين؟ على ال 18. او ده تفاعل استهلاك اكسجين يبقى هقسم على 25. يبقى باختصار كده انت الدلتا اتش نوت بتكون انت بتحدد مين الاساس بالنسبه لك اللي انت عايز اللي انت عايز تحسبه، فبتحط له 1 مول. يبقى كده الرقم ده على 16 ضرب الN مديها لي ب4، يبقى سالب 1.0900 على 16 ضرب 4، يبقى سالب 2725. 2700 اهي رقم ألف. طيب ناخد بالنا من نقطة مهمة هنا بقى، احنا خلاص حلينا السؤال واخترنا رقم ألف، عندنا مشكلة صغيرة. لما تيجي تبص على رقم ب أو ج أو د تلاحظ إن في يعني مرة حاسبها لك بالكيلو جول ومرة بالكيلو كالوري. طب تعالوا نجرب كده نشوف بالكيلو كالوري عاملة كام. احنا المفروض قلنا سالب 2725. طيب عايز احول من كيلو جول لكيلو كالوري يبقى هعمل ايه؟ هقسم على 4.18 تطلع بكام؟ سالب 651.9 اللي هي سالب 652 كيلو كالوري. الله، طب ما ب برضو تنفع يا مستر، يبقى انا اختار ألف ولا ب؟ والله في الامور اللي زي دي المفترض ان اختار ألف، بس اللي عايز انبه حضرتك ليه ان سؤال رقم 9 فيه غلطة. تمام، سؤال رقم 9 فيه غلطة، محطوط اجابتين ينفعوا وكتاب الاجابات عامل لك رقم ب هي اللي صح. كتاب الاجابات عامل رقم ب هي اللي صح، بس دي غلطة من الكتاب، كان المفروض يحط لي رقم هنا غير السالب 2725 او يقول لي انا عايزها بالكالوري او بالكيلو كالوري. لكن في الحالة اللي قدامنا دي لا، انت مفيش اي سبب خالص، وبالتالي بل بالعكس ده المقدار ده هو الاصح وهو الادق، ده بالتقريب. يبقى الاختيار الصح رقم ألف لان هي الدقيقة. رقم باء ده بالتقريب. غير كده اصلا من الغلط ان يكون او معنى اصح السؤال محطوط فيه اجابتين صح، ودي غلطة من كتاب الامتحان، فناخد بالنا في النقطة دي عشان ما تحصلش لخبطة. من المعادلة الحرارية يستنتج أن المحتوى الحراري لبخار الماء. طيب أفهم من ده إيه؟ والله يا حضرتك أنا عندي الدلتا اتش المفترض إن هي موجب 44 كيلو جول، بغض النظر عن الكمية، المهم إن هي موجبة. يبقى أنا عشان أحول من الماء السائل للماء أو لبخار الماء هحتاج قدر من الطاقة أديهولها، يعني أنا محتاج أدي طاقة للماء السائل عشان تديني إيه؟ بخار ماء. يبقى معنى ذلك ان المحتوى الحراري للبخار الماء بيكون اعلى من المحتوى الحراري للماء السائل. يبقى بيقول لي المحتوى الحراري لبخار الماء اقل، لا. يساوي، لا. اكبر، طب كمل، من المحتوى الحراري للماء السائل، صح. نصف، لا. تبقى اختيار رقم ج. ما الرقم الدال على التغير في المحتوى الحراري للتفاعل المعبر عنه بالشكل البياني المقابل؟
لو هنتكلم على التغير في المحتوى الحراري فهو الفرق ما بين طاقة المتفاعلات وطاقة النواتج. يبقى التغير في المحتوى الحراري هيكون رقم 4 لأن طاقة المتفاعلات أهي وطاقة النواتج أهي، فيبقى الفرق ما بين ده وده بيساوي المقدار 4 اللي هي اختيار رقم د. طب خطوة خطوة كده بقى يا مستر، أمال رقم 1 دي عبارة عن إيه؟ ده كده ارتفاع طاقة المتفاعلات. طب رقم 2 دي عبارة عن إيه؟ ده الفرق ما بين المتفاعلات وقمة المنحنى اللي بنسميها طاقة التنشيط. يبقى 1 طاقة المتفاعلات، 2 طاقة التنشيط، 3 ده الارتفاع بتاع طاقة النواتج، يبقى ده كده طاقة النواتج، 4 الفرق ما بين المتفاعلات والنواتج. نعرف اسم كل واحد فيهم كده عشان الأسئلة بتيجي في النقطة دي كتير، فنركز الله يبارك لكم من غير لخبطة إن شاء الله، ربنا يتمها لكم بالتوفيق والنجاح. في الشكل البياني المقابل يعبر عن التغير الحراري الحادث في أحد التفاعلات الكيميائية، ما قيمة دلتا اتش لهذا التفاعل. دلتا اتش للتفاعل المفروض إن هي الفرق ما بين المتفاعلات والنواتج. أول معلومة عندي إن المفروض المتفاعلات أعلى من النواتج، يعني بص كده المتفاعلات فين والنواتج فين، يبقى كده إيه؟ المتفاعلات أعلى من النواتج، تبقى هتكون الدلتا اتش بتاعتي سالبة لأن التفاعل طارد للحرارة، يبقى ده غلط وده غلط. طيب هتبقى سالب 120 كيلو جول ولا سالب 30 كيلو جول يا مستر؟ طب انا مش واخد بالي، انا مش عارف، انا ممكن ارسم الخط ده غلط، يعني هي مثلا 120 و90 يبقى 90 ناقص 120 سالب 30، احنا فاهمين ده يا مستر، خلاص عرفنا ان هي سالب 30، بس انت عشان مستر عرفت ترسم الخط على 90 بالظبط، انا خايف ارسم الخط يحود معايا على 60 او انا شايفها على 60. يا سيدي فكرة السؤال مش في كده، فكرة السؤال مش عايزك تشدها ولا تحسبها، فكرة السؤال عايزك تعرف حاجة واحدة بس، اول حاجة ان ده اعلى من ده يبقى كده هتكون بالسالب، تاني حاجة ان هي مستحيل هتساوي سالب 120، يعني مستحيل يكون الدلتا اتش بتاعتي بتساوي طاقة المتفاعلات كلها، اكيد لا، يعني مش هتساوي محتوى الحراري للمتفاعلات، يبقى كده اللي فاضل مين؟ رقم باء سالب 30 كيلو جول، يبقى هو مش عايز يلخبطك، هو الموضوع مش محتاج منك حسابات. الشكل البياني المقابل يوضح مخطط الطاقة لأحد التفاعلات الكيميائية، أي مما يأتي يعبر عن كل من نوع التفاعل الحادث وقيمة دلتا اتش له. طيب عندي هنا المتفاعلات اهي والنواتج فوق، النواتج فوق يبقى اكيد التفاعل ماص للحرارة، يبقى ماليش دعوة بباء ماليش دعوة بدال. طيب لما يكون ماص للحرارة هيكون الدلتا اتش بتاعته بالموجب ولا بالسالب؟ هتبقى بالموجب، يبقى ج غلط والف هي اللي صح، حتى لو مش حاطط لي ارقام انا مش محتاج احسب حاجة. ناخد بالنا من تفاصيل صغيرة يا جماعة، لان الفكرة في السؤال بعد كده ان هو ممكن ما يجيبلكش الارقام دي خالص ويلعب لك على الاشارة، يعني يجيب لك الرسمة كده ويقول لك احسب، يبقى الدلتا اتش بكام؟ تمام. 14 أي من مخططات الطاقة التالية يعبر عن تفاعل انحلال حراري يتم في أطول وقت ممكن؟ مبدئيا لازم أخد بالي إن كلمة انحلال حراري معناها إن هو تفاعل ماص للطاقة، إيه اللي عرفني؟ ركز كده معايا، إحنا قلنا عشان تجمع متفاعلات مع بعضها التفاعل ده بيكون ماص للطاقة، أو آسف عشان تفكك حاجات مع بعضها التفاعل ده بيكون ماص للطاقة، يبقى عشان حاجة تنحل بتمتص طاقة، عشان حاجة تتجمع بتطرد طاقة، يبقى التكسير ماص، التجميع طارد، يبقى أول هام بيقول لي انحلال يعني حاجة اتكسرت حاجة اتفككت، يبقى تفاعل ماص مش طارد، يبقى ج غلط وده الغلط. طيب
يتم في وقت اطول. يتم في وقت اطول معناها ايه؟ معناها ان الراجل ده بياخد كميه كبيره من الطاقه على ما يخلص، يعني بياخد طاقه عاليه على ما ايه، على ما يخلص، وبالتالي يبقى معنى ذلك انه هيكون الفرق في المحتوى الحراري او الدلتا اتش بتاعته هتكون كبيره. يبقى اختيار رقم ألف. الاشكال البيانيه الاتيه يعبر عن التفاعل، أو أي الأشكال البيانية الآتية يعبر عن التفاعل الكيميائي الذي تمتص فيه المتفاعلات أقل كمية من الطاقة الحرارية. طيب، تمتص فيه المتفاعلات يعني بتمتص طاقة، يعني تفاعل مصر كلهم مصر الحمد لله، أو لأ ده أنا عندي جايب لي 2 إيه طارد ماليش دعوة بيهم. يمتص أقل قدر من الطاقة، يعني الدلتا اتش بتاعته هتكون صغيرة. يبقى ادي دلتا اتش وادي دلتا اتش. اختيار رقم ألف. أي الأشكال الآتية يعبر عن تفاعل طارد للحرارة له قيمة أو أقل قيمة دلتا اتش. ماشي، تفاعل طارد يعني المتفاعلات المرة دي أعلى من النواتج، يبقى نقول جيم غلط وده الغلط. سبحان الله كله بيقول لي الجيم وده الغلط، يعني الراجل ده 100. وبرضه أقل دلتا اتش جيس وات، الألف برضه هي اللي هتبقى صح. أقل دلتا اتش أهي، يعني الراجل ايه بيلعبك، هو مش عايز اي حاجه من دول، دايما يجيب لك دول كده محذوفين من الاول وتقارن من بين الف وب تختار الف، يعني 100. تسلم. 17. اي المعادلات الاتيه تعبر عن تفاعل طارد للحراره؟ تفاعل طارد للحراره يبقى مبدئيا الدلتا اتش بتاعتي هتكون سالبه، يبقى ده غلط. او هنحط الطاقه بتاعه المتفاعلات او الطاقه الناتجه هنحطها في النواتج، يبقى ب صح. طب جيم غلط، لان الطاقه الناتجه انت حاطط الطاقه في النواتج بس ايه بالسالب، يعني مكانها الطبيعي فين؟ هنا. يبقى الطاقه اللي بتحطها دايما في الناتج بتاع التفاعل دي الكيو بي، فلو الكيو بي موجبه يبقى الدلتا اتش سالبه تفاعل طارد، لو الكيو بي سالبه يبقى دلتا اتش موجبه تفاعل ماس، يبقى جيم غلط. طب هنا هو اوريدي حطها لك فين؟ في متفاعلات، حطها في مكانها الطبيعي بالنسبه له، تبقى برضه غلط، تبقى اختيار رقم ب. أي التفاعلات التالية يعبر عن مخطط الطاقة المقابل؟ قبل أي حاجة، الراجل اللي قدامي ده تفاعل طارد ولا مص للحرارة؟ ده تفاعل مص للحرارة، تمام؟ فبالتالي مادام ماس يبقى ألف غلط، لأنه جايب لي طاقة في النواتج يعني طارد للحرارة. ده حاطط لي طاقة في المتفاعلات، يبقى الراجل ده صح ينفع. ده حاطط لي طاقة في المتفاعلات ولكن بالسالب، تمام؟ فتبقى غلط. ده جايب لي الدلتا اتش بالسالب، تبقى غلط، يبقى اختيار رقم ب. وتاني يا جماعة ننبه، الطاقة اللي بتتحط في المتفاعلات، يعني بص أنا معايا دلوقتي إيه؟ نواتج أهو، ومعايا متفاعلات. لو حطيت لك طاقة مع النواتج اللي هو زائد أو ناقص النواتج، يبقى في الحالة دي أنا بتكلم على الكيو بي. لو حطيت لك طاقة مع المتفاعلات يبقى أنا بتكلم في الحالة دي على الدلتا اتش، يعني الدلتا اتش بتساوي مقدار الطاقة اللي أنت حاططها بالزائد أو بالسالب، بالموجب أو بالسالب مع المتفاعلات. يعني بص، زائد 50 يبقى الدلتا اتش موجب 50، سالب 50 يبقى الدلتا اتش سالب إيه؟ 50. طب في النواتج هنا موجب 420 يبقى الدلتا اتش سالب 420، لأن ده كده الكيو. سالب 420 يبقى الدلتا اتش موجب 420. تمام كده يا جماعة؟ رقم 19، وما أدراك ما 19، سهلة يعني أنا بهزر. طيب، أي المخططات أو أي مخططات الطاقة الآتية يعبر عن التفاعل؟ التفاعل اللي قدامي ده محطوط لي طاقة في المتفاعلات، يبقى دي كده الدلتا اتش بتاعتي، ويبقى التفاعل موصل للحرارة، والدلتا اتش هتساوي موجب 420 كيلو جول. نفذ
يبقى أول هام تفاعل ماس للطاقة، يبقى ألف غلط لأنه طارد وجيم غلط لأنه طارد. تعالى لي بقى عند الباقي. معاك هنا المتفاعلات reactant و products، الفرق ما بينهم بالسالب وهو ماس أكيد غلط، الفرق ما بينهم بالموجب وهو ماس أكيد صح، تبقى اختيار رقم تالت. إذا تفاعل 1 جرام من الهيدروجين تبعا للمعادلة H2 زائد Cl2 يديني 2HCl زائد 185 كيلو جول. فهنا مخطط الطاقة المعبر عن هذا التفاعل هو زي ما قلنا دي كده الكيو بي أو دي كده طاقة مع النواتج، فنقدر نقول عليها طارد للطاقة، وتبقى الدلتا اتش بتاعتي بتساوي سالب 185 كيلو جول. سالب 185 يبقى أولا زي ما قلنا هو طارد، يبقى ألف غلط وب غلط. بعد كده هنلاقي رقم ج معاك هنا سالب 92.5 وهنا سالب 185 كيلو جول. هتيجي حضرتك تقول لي فورا ده سالب 185 هي اللي صح، اقول لك لا استنى كده بعد اذنك عشان في نقطة غايبة عنك شوية. بص لي كده حضرتك، هو بيقول لك تفاعل 1 جرام من الهيدروجين، يبقى انا محتاج احسب الدلتا اتش بتاعتي اللي هي المفروض هتساوي ايه؟ دلتا اتش نوت صح ضرب الان. طيب دلتا اتش نوت اللي هي هتساوي الطاقة الناتجة بتاعتي سالب 185 على 1 عشان أنا معايا 1 مول من الهيدروجين، احنا دلوقتي بنتكلم في الهيدروجين. طيب ضرب عدد المولات، معايا 1 جرام من الهيدروجين على جزيء الهيدروجين بكام؟ ب H2. اوعى تقول لي H1 على 1، لا ده الهيدروجين هنا H2 يبقى 1 في 2 ب2، يبقى هضرب المقدار ده في نص سالب 185 في نص هيديني كام؟ سالب 92.5 من غير ما احسبها، لان اكيد مش هتديني السالب 185 زي ما هي يعني، مش عايز افكك. يبقى هنختار رقم ج.